الفيديو ده يكون الجزء الرابع ازاي نغير حياتنا للافضل. سؤال اتكرر، اقرا لكم السؤال. انا شفت الفيديوهات ومقتنعه جدا بكلامك وعارفه ان كل الخطوات اللي انت بتقوليها انا لازم اعملها، بس انا حقيقي نفسي اتغير بس ما عنديش اراده خالص ان انا حتى اخد اول خطوه. اجيب اراده منين؟ الاراده بتنشأ بطريقتين. الطريقه الاولى الحياه تقرر عنك، وده انا ما اتمنهوش طبعا لحد فيكم، او انت تاخد القرار بنفسك. لو الحياه خدت القرار نيابه عنك هتديك درس قاسي جدا. طالما انت مش عايز تغير نفسك، ده بيكون بموقف او صدمه ممكن ناخد وقت لغايه ما يحصل استشفاء وتبتدوا تبنوا حياتكم من اول وجديد. القرار الذاتي هو اسلم قرار. طيب هو انا ليه بقى مش عارفه يكون عندي اراده؟ يعني انا عارفه ان انا عايزه اتغير بس انا كسلانه ان انا اتغير. لا، انت مش كسلانه، انت خايفه. في حاجه اسمها الكونفرت زون، اللي هي المنطقه الامنه. يعني بالنسبه لي هي اكتر منطقه غير امنه لاي حد. تقول لك خليكي مكانك، اوعي تتحركي، احنا مش ضامنين ايه اللي هيحصل. عامله زي ما تكون اوضه ضلمه، لا فيها باب ولا فيها شباك ولا فيها شعاع نور حتى، وانت قاعده فيها وبتقولي انا كده تمام. ده عقلك الباطن طبعا كتر خيره بيأقلمك، يقولك لا، حتى الألم اللي احنا نعرفه ده خلاص احنا اتعودنا عليه فمش هيوجعنا قوي، فنفضل مكاننا وما ناخدش قرارات. علشان ايه بقى؟ عشان احنا خايفين. ومن باب بقى تحت مسميات كلها مسكنات، اللي نعرفه احسن من اللي نعرفوش. لما انا خلاص خدت على كده، خايفه اجرب افشل، الناس هتقول عليا ايه، كلها مسميات غريبه. لما انت مش عارفك، ما يمكن اللي هتجربيه يطلع احسن. طب هتجربي مش هتفشلي، ما يمكن تنجحي. لا، انت خايفه فقاعده في الحته دي وخلاص انت متأقلمة على الألم ده فقاعدة فيها فاكرة نفسك آمنة، لكن هو الحقيقة ان انت غير آمنة، لأن ده بيجر وراه سلسلة أخرى من التعب النفسي. فالحل ايه؟ طيب تخيلي معايا كده ان الإرادة دي، أنا عايزة أقول الأول قبل ما أقول الحل، الخوف نوعين يا جماعة. خوف ممكن يتفك كده بالفيديوهات اللي احنا بنتكلم فيها مع بعض، وفي خوف لازم جلسات، وده لما بيكون اتمكن من الانسان. طيب الاراده بقى، تخيلي معايا انها عضله، انتي حد ما بيتحركش نهائي وجيتي اتحركتي تحرك مفاجئ، عضلتك هتوجعك. لكن لو انتي بتتحركي كل يوم كل يوم هتلاقي عضلاتك قويه جدا. فحتى الانسان اللي عضلاته مش قويه بيقويها بالتدريج، ما بيقويهاش مره واحده، لكن مجرد ما قواها بينطلق بقى ويحب يجود ويكتر وحاجات كتير. فهي الإرادة كده برضو. صدقوني خطوات صغيرة، ما تحملوش نفسكوا حمل ان انا لازم اعمل حاجة كبيرة وخطوة كبيرة عشان اهو ابين ان انا عندي إرادة وبحقق اهداف وبتغير. لا لا خالص، الإرادة هي هتجيب نفسها بالتغيير اليومي.